جاهزين؟ جاهزين اه. وين الشامي؟ ليك اليوم شو بلشنا مشوار النجومية من هلا علي؟ حضر لي أسئلة؟ لكن طلعوا اكتروا هدول فاضيين ما فيهم شيء بس شو؟ انا رح اسال من راسك يعني ايه الله يجيرنا تفضل. اول سؤال إيه؟ سؤال كتير جدي كتير جدي؟ كتير. طيب شو يدلعوك؟ شمشون؟ حلو. عبودي؟ اه عبود. اللي لشوف يلا. كيف كنت بالمدرسة؟ أنا كيف كنت بالمدرسة؟ قد إيه عمرك أنت؟ 13. 13 سنة. كنت لعمر ال 13 سنة 14 سنة أزعر مثلك تماما. هيك بضل بنطوط بالمدرسة وبضل بعمل مشاكل من الأرنب. بعد ال 14 سنة خلص صرت عاقل وقررت ركز على الفن وبلشت أعمل أغاني على عمر ال 14 15 سنة وأخذني الفن. هلا الفرق امم يعني بين السن إيه بين المشتركين وبينك إيه تحسه عيب ولا شيء مميز او شيء إنه ما في حلو؟ فرق كتير كبير بيني وبينكم. بالعكس ليش بده يكون عيب؟ بالعكس كثير بنبسط. بحس حالي رفقة هلا أنا وياك. بقدر أفهمك أكثر ونلقط الجو أسرع أنا وياك. صح. هلا انت يا شامي علمتنا كتير. طيب. علمتنا كتير وعطيتنا ملاحظات كتير. أوكي. انت شو تعلمت مننا؟ انتوا علمتوني شيء كتير مهم. كيف انا هلا عم بتطلع على الانطلاقه هاي اللي انتوا عم تعملوها وقديش انتوا عطلانين هم. فتعلمت ركز على انه كل مرحله هي مرحله بالحياه. الملاحظه اللي كنت عم بعطيكم اياها ما تخافوا علمتني انه انا كمان لازم اركز وما اخاف. شو بتنصحني الشيء انا اللي ما اعمله؟ ما تنغر. زمانات الست منى واصف يطول بعمرها. لما طلعت اخذ اول جائزه بحياتي كنت هيك عمري 20 سنه لسه. الملاحظة الوحيدة اللي عطتني إياها ما تنغري يا شامي. بعدين مع الوقت فهمت قديش مهمة هي الملاحظة إنه إحنا نفهمها، بالأخص نحن مقبلين على النجومية. صح صح؟ صح. ولهم بنكون خلصنا معكم المقابلة مع الفنان الكبير الكوتش الغالي الحباب المؤدب الشامي. لازم على فكرة يعلمني أحكي مثل ما علمته إياه. حمادات بتعرفوا نحن أي حمادة بينضم قد إيه نحن بندعمه. وساري مو بس مشروع نجم كبير هو كمان اليوم حمادة رسميا يعني. فبدنا كلياتنا نفوت ندعمه ونعلق له ونصوت له. ولا شو؟ اكيد لا تنسى تصوتوا لي. انا فريق الشامي. حب وحنان. حب وحنان.